معايا النهارده ضيف مهم جدا، وطبعا احتراما لرغبته انا مش هطلعه باسمه. هنسميه النهارده حسن. ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا نسرين، عامله ايه؟ نورني النهارده. بنورك. حسن ببساطه كده شديده وان بريف هو كان ادكت لكوكايين وحاجات تانية. هيعرفنا بقى هو على رحلته كلها عشان بس الناس يكون عندها توعيه. وطبعا اكيد الفيديو ده بيكون مش للاهل قد ما هو انا بخاطب الناس الصغيره اللي بتنقاد للحاجات دي بسرعه، ان اتس سو فن، والفن ما بيكملش غير بالكلام ده كله. فبنحاول على قد ما بنقدر نعمل رساله الى حد ما يا رب توصل لاي حد وتفيده. فمعانا ومعاكم النهارده حسن، وهيحكي لنا حكايته من الاول خالص عشان نعرف بس البدايات بتكون ازاي ومداخل الحاجات دي اصلا بتكون ازاي، فعشان الواحد ياخد باله يعني. قول يا حسن بقى، احكي لي من الاول خالص. انت البدايه اصلا كان تقريبا عندك كام سنه تقريبا؟ بصي، هي البدايه مثلا كده من اولى اعدادي، تمام، وانا في المدرسه مع اصحابي ابتديت الاول، يعني هي اخدتها ستيبس، فاهمه؟ يعني ابتديت الاول بالمخدر اللي هو الحشيش. تمام. قعدت فيه فتره، تمام، يعني فضل مكمل معايا ايه حبه حلوين كده شويه، بس كسنين والله انا مش عارف يعني كان عندي كام سنه، بس انا هقول لك الفتره الدراسيه اللي هي ايه. بالظبط. انا اللي انا فاكرها. بس من اولى اعدادي ابتديت اشرب حشيش، فاهمه، مع اصحابي في الدروس، في النادي، في الكلام ده. حتى كنت بلعب طايره في نادي سبورتنج يعني، وسبت الفرقه وكده بسبب المخدرات، بسبب الحشيش. ما بقتش بروح التمرين بقى، بقيت بصحى من النوم عايز اقضي وخلاص، فاهمه، وحشش واقضي اليوم وكده. لحد مثلا فتره الكليه دخلت كمان في التابلتس اللي هو البرشام. تمام. طب تعرف تقدر تقول لنا بس لو فاكر اساميه انواعه؟ هو اكيد الدنيا اتغيرت طبعا دلوقتي بقى في حاجات ثانيه، بس لا كان على ايامي بقى اللي هو التامول، ترامادول، الحاجات دي غير بتاعت دلوقتي يعني. أيوة. في اسماء غريبه. في اسماء غريبه دلوقتي. بس التامول، ترامادول برضو، بس ما يعني انا ما حبيتهوش كنوع مخدرات. البرشام ما جاش معايا سكه. طبعا هنتكلم بقى في الكلام ده كله ليه وايه اللي بيعجبك والكلام ده، بس انا عايزه استوقفني حاجه. وانت في الاعدادي يعني هل بيكون في سبب معين خلاك ان انت ده، يعني هل حاجه نفسيه او حاجه في البيت؟ لا مثلا ولا حاجه نفسيه ولا حاجه في أسرية؟ البيت، على قد ما هي بتبقي قاعده مع اصحابك عايزه، فاهمه ايه، انت شايفه، فاهمه الجو وانت مع اصحابك، فبتحاولي تجاري الموقف، فتمام، فهات نفسين، طب هات اجرب. بصي هقول لك حاجه نسرين، يعني هو الحمد لله انا مدمن متعافي يعني، فاهمه. واللي انا اقول مدمن متعافي دي برضو ربنا يخليكي. اي حاجه بصي تبقى حب فضول بالنسبه، فاهمه، للمدمن، يعني للانسان المدمن بيبقى عنده حب فضول يجرب، يدخل في ده، يدخل في ده، ويدخل في ده، ويدخل في ده، ويجرب. يعني انت لو سالتي اي حد بيشرب مخدرات انت ايه اللي خلاك تشرب مخدرات، يقول لك حب فضول، عايز اجرب ايه ده يعني، بيعمل ايه، فاهمه. ويعني هو مش فضول برضه على قد ما هو سلوك يعني، فاهمه انت. هو الادمان سلوك، ان الادمان اصلا بعيدا عن المخدرات هو ممكن يكون ادمان اكل، ادمان نت، ادمان شوبينج، ادمان شغل، فاهمه. فهو الادمان يعني هو عباره عن سلوك، تمام. نيجي بقى لحته المخدرات، ده بقى حب الفضول، فاهمه. يعني ابتديتها بالحشيش لحد، يعني ابتديتها من اول حاجه لحد اخر حاجه خالص، فاهمه. يعني من اول مخدر الحشيش لحد البرشام، لحد الكوكايين، لحد البودره، يعني فاهمه. كل حاجه جربت. طب بالنسبه انت الحشيش برضو كان يعني لما كنت بتاخده، انت قلت لي كنت بتلعب هاندبول صح؟ فولي بول. اوكي. طب ده بقى كان برضو ده اللي موقفك ولا ده؟ طبعا. هي المخدرات كده عطله اصلا. بكل المقاييس. يعني ايه اللي بيوصل للواحد ان هو مثلا خلاص يعني يفقد السيطره بالنسبه للحشيش؟ يعني بيفقد السيطره على الحاجات اللي هو بيعملها، ولا بيفقد السيطره على روتينه اليومي؟ يعني كفولي بول، في دراستك، عشان انت مش فايقه. ما انت مش فايقه لحياتك، انت عايزه تصحي من النوم تسكوري. انا نقطه انه الحشيش، احنا بس عايزين نفهمهم انه الحشيش له برضو
يعني سايد افكتس مختلفه طبعا عن الكوكايين، صح؟ يعني طب على فكره بقى، هو الحشيش اخطر من الكوكايين واخطر من البودره. ليه بقى؟ الحشيش بيقعد في الدم 45 يوم. تمام. وعلى اللونج ران قدام الحشيش بيتلف خلايا المخ. بيتلفها تمام مع كبر السن قدام. الحشيش بيتلف خلايا المخ. انما اي نوع مخدر تاني سواء حتى البرشام او البودره اخرها 4 ايام 5 ايام في الجسم، اعراض انسحاب وشكرا على كده. فاهمه؟ انما الحشيش بقى بيفضل مكمل معاكي. بس فالحشيش ده خطر، يعني الحشيش اخطرهم كمان يعني. طب كويس انت قلت حاجه زي دي، لان هو اعتقد ان هو ده اصلا تقريبا متدارك اكتر يعني. لا الحشيش يعني هو اخطرهم فعلا. فاهمه؟ غير بقى الحاجات اللي موجوده، الاستروكس والشاب والكلام ده بقى يعني. فاهمه؟ ان الكلام ده اصلا معمول بطريقه صناعيه، مش حاجه طبيعيه يعني. فاهمه؟ مش مستخرج من نبات مثلا، لا ده حاجات معموله تحت السلم اصلا. فاهمه؟ فيها كيميكالز كتير، وفي ناس بتموت وفي حاجات، لا في حاجات غريبه بتحصل يعني. فاهمه؟ يعني السايد افكتس بتاعته افظع من كده بكتير. بكتير وبيغير الشكل وبيغير منظر البني ادم. فاهمه؟ وبيموت يعني. لا وانت صغير، انا عارفه طبعا انها بتكون صعبه، بس هي يعني وانت صغير في السن ما كنتش بتحس مثلا انه انا طول عمري اسمع ان ده برضو بيتلف او كده؟ يعني انت جربت تمام. الناس كلها بتحب تجرب، بس انا اقصد انه ما جاش عليك لحظه ان حسيت ان لا ايه ده، انا شكلي هدمن الحشيش او كده، فلا اتس تايم ان انا ستوب؟ لا ما حصلتش الصراحه. كملت عادي؟ لا فاهمه؟ ما انا بقول لك بقى انت، ما انا بقول لك بقى الفضول بياخدك عايزه تعرفي ايه بقى اللي بعد كده. فاهمه؟ يعني ده خلاص جبت اخر الحشيش، طب تخش فاهمه في البرشام تعرف ايه اخره. خلاص دخلت في البرشام، تخش بقى في البودره تعرف ايه اخرها هي بتبقى كده يعني. هي دي المراحل. فاهمه؟ تاخد بعضها بتاعت المخدرات يعني. طيب انا بس عايزه اعرف، يعني انت مثلا جالك في وقت معين لما وصلت بقى للادمان، يعني اكيد اعتقد في الكليه او حاجه ممكن، او بعد الكليه لما اشتغلت، جالك وقت كده لحظه انه اكتشفت ان انت بجد بقيت مدمن بمعنى الكلمه اللي احنا بنسمعها؟ يعني انت اكيد بتبقى بتاخد تتعاطى بس مش انا قعدت فتره كتير يعني فاهمه بتعاطى، وما كانش في حد في البيت يعرف، لحد ما والدتي اكتشفت الموضوع ده وراحت العنايه المركزه. ده كان يوم ما يعلم بالله ربنا يعني. طب احكي لنا بقى، احكي لنا ايه ازاي؟ كنت في مره راجع البيت وبايظ طبعا، مش فاهم حاجه، ولسه داخل بركن تحت البيت، لقيت اهلي كلهم واقفين تحت في العماره. فاهمه؟ وطبعا داخل مش فايق بقى. لقيت كنت بقى ساعتها شارب ايه؟ كنت شارب بودره اللي هي براون شوجر، اللي هي البيسه. فاهمه؟ فدخلت لقيت اهلي كلهم واقفين تحت البيت وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل. بيقولوا لي مامتك تعبانه واخدينها دلوقتي هيودوها على المستشفى. انا كنت شايل حاجه كده فوق الدولاب، هي لقيتها وهي بتنظف، فنزلت لقيت الصيدلي، فنزلت في صيدليه تحت البيت. فنزلت له بيها، قالت له ايه ده؟ قال لها ده بيسه. قالت له يعني ايه بيسه؟ قال لها ده هيروين. وقعت من طولها بقى. فاهمه؟ اللي هو يعني ابني بيشرب هيروين. فدي حاجه، لا حاجه كبيره يعني. ايوه طبعا صدمه يعني. صدمه كبيره. وبعدين انا قلت بقى ايه، انا لازم ابطل. عايزه تعرفي قصه العلاج دلوقتي ولا لا انت يعني فهمنا. يعني انت يعني زي ما انت حابب العلاج. ما هي كذا حاجه يعني. فاهمه؟ تمام. اول حاجه قلت بقى لا انا لازم ابطل وبتاع. فاهمه؟ دخلت ديتوكس، قعدت 5 ايام، طلعت ما كملتش يوم والله يا نسرين. فاهمه؟ رحت جاي شارب تاني. وقعدت عليها 1.5 سنة، فضلت اشرب 1.5 سنة ومفهم اهلي اللي انا مبطل. فاهمه؟ طب ما كانش بيبان عليك اي حاجه بقى يعني؟ برضه ما هو انا يعني اللي هو اخش اوضتي. فاهمه؟ انام بصحى يعني. انا طول عمري كده. فاهمه؟ اللي هو البيت مجرد. فاهمه؟ اللي هو اخش انام واصحى. اذا ده معناه برضه بيوصلنا لنقطه انه بيكون في انعزال جدا يعني. ما هو يعني بيوصل أصلاً ودي حاجه برضه نفسيه يعني. هو بيبتدي يشتغل على النفسيه، بتتحطم بقى ويحصل انعزال عن الاهل بالظبط كده. فاهمه؟ قعدت 1.5 سنة اشرب برضه، لحد ما امي بقى في ناس وصلوا لها اللي انا بشرب، وابتدت بقى معايا قصه بقى حاجه اسمها شحن، اللي هو انت بتروحي غصب عنك. فاهمه؟ في ناس بيجي ياخدوكي من البيت غصب عنك، يودوكي تتعالجي. الشكل ده حصل معايا بتاع 4-5 مرات مثلا. فاهمه؟ وكنت بخش، وعشان دخل غصب عني يعني السين ببقى عندي تحفظ اللي هو انا هطلع اشرب تاني. فاهمه؟ اللي هو انتوا بتعملوا معايا كده، طب انا هعند معاكم.
اللي هو يعني فاهمه لحد من الشحن ده اقتنعت اللي هو ما بيجيش مع يعني مع مش صح، مش طريقه أكيد. صح صح يعني انت صح. فاهمه لازم فاهمة؟ الانسان من جواه يكون هو اخد القرار. بالظبط. والكلام اللي بحكي لك فيه ده من زمان قوي ده، آه. يعني فاهمه في 2012 2013 يعني الكلام ده قرن. من زمان جدا فاهمه. بس وطلع ويعني بعد اخر مره اتشحنت فيها طلعت برضه فضلت اشرب شويه وابطل شويه، اشرب شويه وابطل شويه فاهمه، لحد ما يعني ما ناس بقى جت اتكلمت معايا وقالوا لي ان في حاجه اسمها NA اللي هي زميله المدمنين المجهولين وبتاع وبرنامج و12 خطوه والكلام ده كله. انا الصراحه ما كنتش مقتنع. طب انت بقى الحته دي انت مش مقتنع من انه ده هيعالجك، ولا انت مش مقتنع ان انت اصلا عايز تبطل؟ يعني انت مستمتع لا مش مقتنع مش مقتنع ان في حاجه اسمها تبطيل اصلا. اصلا مفيش حاجه اسمها تبطيل. ابطل ايه؟ وكتاب ازرق هو اللي هيخليني ابطل واخد مشرف خطوات واتكلم مع مشرف واطلع احساس اللي جوايا؟ انتوا اصلا مين؟ فاهمه يعني انا مش مصدقكم اصلا، انتوا شويه نصابين عايزين تاخدوا فلوس مني وخلاص فاهمه. والله بجد لا كان ده اللي كان الشكل اللي جاي في دماغي. وهم لما لقوا ان الشحن ما بيجيش معايا نتيجه فهم بطلوا خلاص، اللي هو قالوا لك لا ده احنا نتكلم معايا فاهمه. قعدوا فتره كبيره يحاولوا معايا يتكلموا معايا، الناس تتكلم معايا يا ابني ادخل طيب فاهم، تعالى خش ريكفري فاهمه، حاول تقعد في الريكفري شويه، اقعد على الاقل حتى 3 شهور 6 شهور كده فاهمه. الكلام ده جربت ودخلت فاهمه، بس انا داخل مش مقتنع برضو فاهمه، فاللي هو داخل وجودي زي قلتي ما اقتنعتش، ودخلت قعدت شويه وبرضو طلعت شربت تاني. طب اقول لك على حاجه بقى، النقطه دي برضو يعني هل انت لما بترجع بقى تشرب هل بيجي لك اي احساس او تذكر يعني بيجي لك كان احساس مثلا بالجلد اللي هو الذنب؟ انه بعد اكيد مثلا الاهل طبعا هو اللي بيصرفوا على حاجه زي كده وبتبقى لا سيبك، بص سيبك من الفلوس وسيبك يعني من المصاريف. بص يا نسرين طالما انت عرفت سكه التبطيل او طريقه التبطيل صعب انك ترجعي تاني تشربي زي الاول او انك تستمتعي زي الاول. جميل. فاهمه. يعني انا اخر انتكاسه ليا دي افتكر اللي هو انا شربت يوم واحد بس، يعني كنت ببطل شربت يوم واحد فاهمه، رحت جاي قايل ايه اللي انا عملته في نفسي ده. ايوه هي دي بقى اللي انا بتكلم فيها. ورحت رايح على طول على الديتوكس ودخلت فاهمه، دخلت ريكفري قعدت فيها شويه وطلعت والحمد لله، وعليها من ساعتها مبطل يعني فاهمه. بس طالما عرفت سكه التبطيل صعب انك ترجعي تاني تستمتعي يعني وكده كده اصلا يعني عامه. هي بصي اول مره تضربي فيها الاستمتاع بتاعها مش بيبقى زي دلوقتي لما تيجي تشربي فاهمه. ازاي بقى في حاجه اسمها يعني ايه، يعني انت لما تيجي مثلا تعملي حاجه اسمها ارباح وخسائر. يعني انت مثلا لو ايه قلت مثلا انا حاجه اشرب، طيب انا هكسب ايه وهخسر ايه فاهمه. لما تيجي تبصي على الارباح هتلاقي اللي هي اللذه بتاعت الضربايه تمام. الخسائر بقى كل حاجه، عزله ووحده وانك تبعد عن اهلك وانك تبقى منطوي انك ما بتخرجش وجسمك يبقى وجعك، ان الحاجات دي بتاثر. الادكشن فاهمه بيبقى مثلا انت اول ما بتصحي من النوم انت عايزه الديلر يبقى فاهمه موجود عشان ما تتعبيش فاهمه. بس الكلام ده كله فاهمه في الخسائر، فانت هتيجي تبصي على الارباح. طب ايه ده بلس بقى اصلا ان المخدرات كدراجز يعني ما بقتش زي الاول خالص. يعني ما بقتش زي زمان يعني عامه فاهمه. كل حاجه بقت مقرفه وكله بقى مضروب وفاهمه طب انتوا بتعرفوا الحاجات دي يعني انها مضروبه مش مضروبه؟ يعني انا واحد زي اعرف ان انا من زمان انا من زمان يعني انا حضرت المواد هي اسمها بنقول عليها الماده الاساسيه يعني فاهمه. فالماده بتاعت زمان غير دلوقتي خالص. انت زمان كنت ممكن فاهمه تشربي حاجه صغيره تقعدي اليوم كامل عامله دماغ. دلوقتي انت محتاجه كميه كبيره ومش هتوصلي للدماغ اصلا برضه. فهي الحاجه بقت زفت فاهمه، حاجات كلها لحظيه ولا لحظيه حتى مفيش بلغه الناس اللي بتضرب يعني بيقولوا عليها ميه ساقعه فاهمه، اللي هي ما بتعملش دماغ يعني فاهمه. بس فلا يعني بقى فاهمه. بلس بقى ان في بقى مخدرات جديده زي الستروكس والاكسترا سي والاسيد
والايس ده والايس فاهمه والحاجات دي، لا الحاجات دي دمار. انا الحاجات دي انا كنت بشوف ناس جايه بتتعالج من بره بقى، من السعوديه ومن الكويت ومن قطر، وناس فاهمه جايين من بره بيتعالجوا فاهمه مع ايه المناظر دي؟ ايه المناظر دي فاهمه؟ وعيال صغيره 16 و15 وبتاع، وعيال اصلا شكلها عواجيز. البتاع ده بيغير، انا الحمد لله يعني ما حضرتوش ما شربتوش يعني فاهمه، بس اللي هو بيغير الشكل خالص وبيخلي الصحه كانه شيخ يعني. مفيش لا 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 لا، ده قرف. ده قرف ان كل المخدرات دي مصنعه فاهمه، ومصنعه تحت السلم فاهمه. بس وبعدين يعني انا شايف الصراحه ان المواضيع، مش عايز اخش في السياسه، ده انا ماليش في السياسه، بس هي حرب. هي حرب فاهمه، وبيضربك بالمخدرات فاهمه. بس برضو انت يعني شايف انه برضو كتر الناس، يعني انت حتى لو انت ما كانش حاجه اسريه او شيء مشكله، يعني هل في ناس تانية كان بيكون عندهم مشاكل؟ يعني كانوا بياخدوا، انت عارف الناس بتتكلم مع بعضها بصي هقول لك حاجه، يعني دايما بنلاقي ان في احيانا مشاكل مثلا اسريه، مشاكل نفسيه، تروما بتطلع، فالواحد الناس ما بتبقاش عايزه تواجه الالم وتواجه الحياه، فيضطروا يخشوا لا 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 لا. هقول لك حاجه، دي حاجه اسمها شماعه. اللي هو انا بتجه لطريق المخدرات عشان مثلا ابويا مطلق امي، ولا ابويا مثلا ضرب امي بالقلم في البيت وانا شفت المنظر فاتخنقت فهنزل اشرب مخدرات. لا لا لا، هو بيبقى حب فضول. فهو بيبقى انت من وانت صغيره في سلوك ادماني عندك فاهمه. يعني انت من وانت صغيره في سلوك ادماني موجود عندك. طب ما هو في ناس مثلا بتشرب حشيش وعادي الدنيا فاهمه، ممكن يشرب له مثلا نفسين في اليوم ويروح. الناس اليوزرز غير الادكت. تمام فاهمه. الادكت بقى ده المشكله فاهمه. طالما وصلت ان المخدرات هي اللي مسيطره عليك، مش انت اللي مسيطر على المخدرات، يبقى انت كده يبقى انت كده في مشكله. يبقى الحل انك لازم تتعالج فاهمه. لكن واحد عادي ممكن مثلا ما عندوش مشكله مع المخدرات، اللي هو مثلا فاهمه يبقى سهران في حته مثلا ياخد له كاس بتاع فاهمه، نفسين كده شكرا، ده واحد ما عندوش. بس اعتقد يا حسن انه يعني المخدرات ككوكايين وحاجات كده دي بتكون يعني هي اوريدي بتقلب. يعني انت احكي لنا يعني اول طلع في الكوكايين والحاجات دي بالذات اللي هي البودره يعني الحاجات دي بالذات لما انت بتاخدها بتبقى خلاص امتى بتحس انها لا دي قلبت ادمان؟ يعني هي سونر اور ليتر هي بتقلب. هقول لك بتشتغل على المخ بسرعه يعني. هقول لك مثلا فاهمه، انت مثلا يعني انا مثلا جيت مثلا قعدت فتره شربت كوكايين لحد ما فتره الديلر بتاع الكوكايين ما بقاش موجود فاهمه. فروحنا لواحد تاني فاهمه عشان نجيب منه كوكايين، قال لنا يا جماعه انا معايا حاجه اسمها بيسا، احنا ما نعرفش ايه البيسا دي يعني فاهمه. بس دماغها بقى فاهمه، وقعد بقى ايه دماغها موت ودماغها حلوه وهتتبسطوا وبتاع. الكلام اللي بكلمك فيه ده زمان يعني فاهمه. المهم طب هات نجرب فاهمه، جينا شديناها برضو فاهمه، ايه ده دي حلوه فاهمه، وعليها بقى فاهمه. يعني بصي من حاجه صغيره حياتك اتقلبت فعلا، حياتك اتقلبت فاهمه. وبعدين انت يعني ما بيبقاش معاكي حاجه، فيعني بمعنى ايه اللي هو انت خلاص صحيا ماديا معنويا الناس بتبعد عنك، اخواتك بيبعدوا عنك فاهمه. يعني انا قعدت فتره كبيره عشان اصلح علاقتي باخواتي ومع اهلي هو بيبقى دمار شامل، خلاص يعني دمارها شامل كامل. انت ما فيش ثقه فاهمه. ايوه انت خلاص انت بقيتي بني ادم او بني ادمه ما حدش بقى بيثق فيك خلاص يعني فاهمه. رموا طوبتك زي يعني فاهمه، خلاص انت بني ادم يعني خلاص مالكش قيمه بقى، ما بتعملش حاجه فاهمه، انت لا اترمي بقى كده فاهمه. وعشان ترجعي تاني زي الاول ده محتاج مجهود على فكره، مش من يوم وليله. طبعا فاهمه. وعشان الثقه بقى انا بقول لك انا النهارده حابه ان انت بس تقول فعلا حكايتك ليه، لانه الولاد الصغيرين بالذات كمان انه الموضوع ده بقى سهل جدا في الحفلات والحاجات دي ما بيبقوش فاهمين على المدى البعيد هم بجد بيخسروا ايه. فدي مشكله كبيره. هم الجيل الصغير، ما هم بيصطادوا الجيل الصغير دلوقتي فاهمه. اصل خلاص الجيل ما هو الجيل الكبير ده فاهم اللي فيها اللي هو السن بتاعنا احنا يعني فاهمه الثلاثينات ده خلاص الناس كلها عرفت اللي فيها. وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، الدايره بتاعت الضرب دي كله بيبقى عارف بعضه
احنا أيوة. تقريبا كلنا مبطلنا. كلنا يعني كل الكوميونتي بتاعي كله الحمد لله كله مبطل وناس ناجحه جدا. وعايز اقول لك المدمن المتعافي بيبقى اذكى من الانسان الطبيعي. ليه بقى؟ هو بيبقى عنده شويه ادوات بيعرف يستغلها، اللي هو يعرف يتعامل مع المشاكل. حلو جدا. فاهمه؟ يعني ممكن مثلا واحد طبيعي حصلت له مشكله مش عارف يتصرف معاها ازاي، هيفضل مخنوق مكتئب بتاع. لا، المدمن بقى المتعافي بيبقى عارف هو يتعامل مع المشكله اصلا ازاي. فاهمه؟ بسبب بقى بشويه ادوات بقى انت بتتعلميها. الادوات اللي اتعلمها من المكان. فاهمه؟ تشوف مشرفك ترجع له. فاهمه؟ الكلام ده بقى انا صدقته لما دخلت بقى اخر مره بطلت فيها. لما يعني كنت كنت بقول لك مقتنع. لما كنت مقتنع وانا اللي قلت، انا اللي خدت الستيب دي وقلت لا انا لازم ادخل ابطل. فاهمه؟ من نفسي دخلت صدقت. فاهمه؟ في الكلام ده ان انا شفت امثله حيويه وناس ناجحه جدا يعني وناس في مراكز، خلي بالك، وناس تقيله. فاهمه؟ وممكن ما بيحبوش يقولوا ان هم يعني انا مدمن متعافي، بس هم يعني فاهمه. وفي ممثلين وفي ناس فاهمه مغنيين وفي فاهمه كذا حد مدمن متعافي، وبنتقابل في الاجتماعات. بيبقى احنا لينا ميتنج كده فاهمه 3 ايام في الاسبوع. بنتقابل وبتاع. فاهمه؟ طب دي حاجه حلوه. انا كان في ناس معايا في المغنيين، يعني كان في مغني مشهور جدا كان مكسر الدنيا دلوقتي كان بيتعالج معايا. يعني ينفع اقول اسامي مصحات ولا؟ لا بلاش عشان مش مشكله. طب انا بقى عايزاك تكلمني برضو عن لما كنت بتخش الريهاب، كان ايه اللي كان بيحصل جوه؟ يعني انت بتحس مثلا المعالج بتاعك فيه بيبقى قعدات نفسيه؟ بصي هقول لك حاجه، احيانا بيبقى فيه مثلا ناس بتتعصب، بيقوموا يتعصبوا على المعالج، بيحصل مواقف كده لانه لسه بيكون تحت التاثير يعني. تمام. طبعا الكلام ده بيحصل كتير، وفي ناس بتخش يعني فاهمه وتكسر الدنيا فاهمه وبتشتم وبتلعن. وانتوا وانا كنت واحد من الناس دي زمان، كنت بعمل كده. فاهمه؟ وكنت فاهمه لا وكنت بقول كلام يعني ما ينفعش اللي هو يتقال، بس هم عشان عارفين. بس انت كنت بتقوله ليه؟ يعني هل تقدر توصل للشعور انت ليه كنت مثلا بتتعصب بتشتمهم على فكره انه اللي قدامك ده هو جاي يساعدك مش انه بيأذيك؟ عشان انتوا كنتوا بالنسبه لي ناس كدابين، انا ما كنتش مصدق. يعني انت داخل مش مصدق ان دول هيساعدوك في شيء. تمام. فاهمه؟ انا بقول لك انا ما كنتش مقتنع اصلا بحاجه اسمها تبطيل من الاول. فاهمه؟ يعني الكلام ده ما فانت جواك غضب ان ده بيتعمل بالعافيه. وكتاب ازرق ايه اللي يبطلني كتاب ازرق؟ فاهمه؟ واقرا وخطوه اولى وخطوه ثانيه. لا الكلام ده كله ما كانش لا خالص. طب انت ال 12 خطوه دول انت حاسس دلوقتي ان هم يقدروا يساعدوا حد؟ هو انا ما خلصتش ال 12، انا دلوقتي يعني عند خطوه ثالثه وواقف عندها. فاهمه؟ طب ايه اللي موقفك؟ دي في ناس مبطله بتاع 15 سنه في خطوه اولى على فكره. والله وناس عامله مدد وسنين. أيوه. بصي بس اقول لك على حاجه برضه نسين، هو في الاول وفي الاخر هو قرار. اكيد فاهمه؟ يعني انت اخدت قرار خلاص عايز تبطل عشان انت شايف ان الدنيا خلاص. يعني اصل بص يا نسين، في ناس برضه شايفه ان هي قدامها مساحه اللي هي تشرب. اكيد طبعا. في ناس قدامها لو معاك فلوس اكسترا او حاجه لسه فاهمه او فاهمه. لكن وكده مفيش مخدرات زي زمان. فاهمه؟ والله انا كنت مثلا يعني ساعات كنت ببقى عندي ما في افكار ضرب بتجيلك يعني بعد ما تبطلي. فاهمه؟ في افكار ضرب بتيجي. فاهمه؟ اضرب. فاهمه؟ صد دماغك. فاهمه؟ اعلى منك اضرب. بس انا عندي الاساليب اللي بعرف اتعامل مع الفكره. حلو. فاهمه؟ كده افكار الضرب دي هتفضل ملازماكي. فاهمه؟ انا قعدت فتره كبيره قلت طب خلاص انا هبطل النهارده وهشرب بكره. يجي بكره اقول لا طب انا خلاص هبقى مبطل النهارده واشرب بكره. قعدت فتره كبيره كده لحد ما الفكره خرجت من دماغي شويه. فاهمه؟ ابتدت الفكره ترجع تاني. فاهمه؟ انت عارفه ان ممكن بيبقى في فكره جايه لك. بصي هو في حاجه، في نوع من الفكر، هم نوعين، حاجه اسمها فكره عبيطه وفكره حويطه. تمام. الفكره العبيطه دي اللي هي دماغك زي ما كنت بقول لك روحي يلا اشربي دلوقتي. فاهمه؟ الفكره الحويطه بقى صاحبتي بتاعت زمان اللي انت كنت اصلا بتضربي معاها وانت مبطله. فاهمه؟ وما تعرفيش عنها حاجه بس انت كنت بتضربي معاها. وحشتني، طب ما اكلمها واخرج معاها وكده انا مش هشرب، حتى لو هي هتشرب انا مش هشرب. فاهمه؟ تنزلي معاها دي في بص جاي لك بايه ان صاحبتك وحشتك، وهي اصلا يعني هي ستيب 1 عليك، انت المفروض ما تقابليش حد. طبعا. هو حاجه اسمها اماكن اشخاص ادوات، يعني الثلاثه دول ما تشوفيهمش.
فاهمة؟ حتى الشارع يقول لك الشارع اللي فيه أيوة الديلر ما هي بتاعك دي لو هو اشخاص، بيجي من هنا لا ايوه روح من ايوه الناحية ايوه، ما هي التانية. اشخاص اماكن ادوات فعلاً. الثلاثه دول تبعدي عنهم. صح صح. فاهمه؟ بس دي بقى فكره حويطه. فاهمه؟ ممكن مثلا تضحك على نفسك. مثلا بالآخر ايه، يعني. حته مثلا كنت بتقفي فيها زمان، إيه الفيو عارفها بتاعها كويس بيعجبك، فاهمه؟ وانا هروح اقف هناك ومش هشرب. فاهمه؟ تروحي تقفي ومجرد ما رحت ووقفتي خلاص، ما انت النشوه اللي انت كنت بالظبط. بتحسيها في المكان ده بالظبط. مش هتجيلك هي مرتبطة. أيوة انت طبعاً. دلوقتي فايقه وطبيعيه. فاهمه؟ ايوه. بس يعني بس يعني هي كده. فاهمه؟ طب بس انت ايه حاسس بايه بقى؟ لما بطلت ولا حاسس بايه وانا لا. بتكلم معاكي دلوقتي؟ انا يعني فاهمه، انا وانا بتكلم معاكي دلوقتي انا قاعد بجيب من التاريخ. فاهمه؟ من زمان. لا وانا بقى احنا عايزين التاريخ، احنا عايزين التاريخ الاول وبعدين نخش. لا بهدلت الدنيا. بهدلت الدنيا وضيعت فلوس عبيطه، سيبك من فلوس صحتي حتى. فاهمه؟ يعني انا جالي جلطه في رجلي وجالي فاهمه صحيا برضو. فاهمه؟ كنت تعبان فتره يا جماعه يعني جلطه وكانت كمان بتتنقل، كان ممكن في ثانيه الا ثانيه اموت. انا قعدت بتاع شهر نايم على ظهري ما بتحركش. فاهمه؟ لا طب وانت في اللحظات دي فعلا كنت بقى بتحس يعني ان هي جابتك ارضا واختياراتك واحساسك بانه انا عملت ايه في نفسي كانت بتجيلك؟ انا كانت بتجيلي ولا بيصعب عليك نفسك؟ بصي هقول لك حاجه، بصي برضه كانت بتجيلي، بس انت في صوت دماغك اقوى منك انت شخصيا. شيطانك مسيطر عليكي. فاهمه؟ اللي هو برضه في ناس مهما بيحصل لها، في ناس رجلها اتقطعت وناس ايدها اتقطعت وناس حصل لها كتير قوي ولسه فاهمه زي ما هم لسه على وضعهم يعني بيشربوا كده. طيب يا حسن، عايزين نعرف العلاجات اللي انت كنت بتاخدها، الانواع اللي كانت في الريهاب. علاجات تابلتس ولا علاجات لا مش التابلتس، عايزين اللي هو النظام النفسي. يعني النظام التأهيل يعني. التأهيل بالظبط. بصي هقول لك حاجه، هو عامه الفتره اللي فاتت من قريب يعني مش من بعيد العلاج اتطور جدا بطريقه يعني رهيبه. يعني هو كان زمان الاول برنامج معتمد على ال 12 خطوه وبس كده. لا دلوقتي بقى في حاجات تانية، بقى في CBT، في NVC. فاهمه؟ فانا خدت ال3 مدارس دول في المكان. فاهمه؟ اللي هم ايه يعني، هم دول اللي مبطليني لحد دلوقتي الصراحه. يعني حسيت ان هم فعلا يعني افكتيف وفرقوا معايا جدا. فاهمه؟ يعني هم ال3 مدارس دول هم فعلا اللي فرقوا معايا. يعني بالنسبه لان احنا كنا بنعمل ميتنج كل يوم. فاهمه؟ وكده كده في مشرف بيبقى معاك انت مع التليفون. فاهمه؟ حصل اي موقف، حصل اي حاجه بالخطر، انت على طول بترفع سماعه التليفون، الو بيحصل معايا كذا كذا. بيكون كباك بون ليك يعني. وممكن حد اللي انت ما تعرفيهوش ولا هو يعرفك، بس هو بيساعدك من مبدا الحب الغير مشروط. ايوه. فاهمه؟ هو بيساعدك عشان هو كان زيك في يوم من الايام. فاهمه؟ يعني انا بحب لما اختار المشرفين بتوعي بحد لا اعرفه ولا يعرفني، مع ان الزماله والدايره بتاعتي اكترهم فاهمه كلهم ايه NA يعني اللي هم ايه برنامج ال 12 خطوه. فاهمه؟ في حاجه اسمها برضو CBT ده فاهمه برضو فرق معايا جدا. اللي هو ايه، في المكان برضو بنعمل جروب ثيرابي كده صغير، وبيبقى في معالج قاعد معانا فاهمه في وسط الدايره، وكل واحد بيطلع اللي جواه من المشاكل اللي قابلها من وهو عنده سنه، من ايام ما كان طفل. فاهمه؟ لحد ما بقى دلوقتي يعني. فاهمه؟ ايه وانا عشان كده لو تلاحظ انا سالتك في الاول خالص هل ده كان راجع ادمانك لمشكله كانت من الطفوله؟ في ناس ممكن يكونوا بعدوا مثلا بعلاقه حب وفشلت فاثرت فيه جدا فاتجه للموضوع، وممكن يكون دلع زياده. خلي بالك اللي عمل كده. فاهمه؟ ممكن يبقى خوف زياده. فاهمه؟ من الام على الابن. فاهمه؟ هو اللي ادى لكده. فاهمه؟ ممكن تبقى مثلا ام مسيطره فاهمه ابنها عايز يخرج من تحت سيطرتها، انت كذا 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 شكل. على فكره الحته دي مهمه، لانه احنا في امهات يمكن انا منهم شويه بيبقوا اوفر بروتكتيف قوي على اولادهم، خوفا من ان اللي احنا بيحصل حوالينا، فدي حاجه نيجاتيف يعني الصراحه، مش انها بوزيتيف. لا بصي هو مش صح اكيد. انا يعني عايزاك بقى تفهم الناس والامهات فعلا انه لازم يخففوا شويه. لا بصي هو يعني خديها بمبدا الصحوبيه. تمام. فاهمه؟ يعني مثلا جيبي امثله حيويه، ودلوقتي النت ما خلاش حاجه، انت ممكن تفتحي فيديو فاهمه لحد برضو كده فاهمه وحصل له مشكله كبيره في حياته. فاهمه؟ فانت مش لازم تروح تحط صبعك في الفيشه عشان تتعلم. صح. فاهمه؟ ما انت قدامك اهو انت يعني فاهمه يعني ادي فيشه كهرباء، انت لو رحت حطيت صبعك في الفيشه دي هتتكهرب. فبلاش بلاش تروح تعمل كده.
فاهمه؟ بس في ناس بقى بتحب تجرب بنفسها. بالظبط. يعني في ناس فعلا برضو بتروح تحب تجرب بنفسها، وده مش صح يعني، فاهمه؟ عشان كده الواحد على قد ما يقدر بيحاول اللي هو يعمل مساعده، فاهمه؟ للناس عشان يوعيهم وده احنا ده البيربز بتاعنا النهارده، ان احنا بس نخلي الاهل هم كمان عندهم مشكله، ولازم برضو يواجهوها ان هم لو اوفر بروتكتيف على اولادهم، لا لازم يحاولوا ان هم يعني يغيروا الاسلوب في التعامل. ازاي زي ما بيقولوا كده يمسكوا ويرخوا، يمسكوا الاهالي اصلا على فكره محتاجه جروب ثيرابي برضه عشان تبقي انت فاهمه. والله يعني انا كان بيتعامل مع اهلي جروب ثيرابي، وبيتعامل معايا جروب ثيرابي، فاهمه؟ يعني كان بيتعامل ميتنج مع اهل المعالج بتاعي، كان بيتكلم مع اهلي برضه، فاهمه؟ ويقول لها انت غلط في كذا وكنت صح في كذا، وخوفك الزايد عليه ده ما يعني فاهمه؟ في كذا يعني في كذا خطأ برضو كان واقع على الاهل، فاهمه؟ وهم ما بيكونوش شايفين ده، هم شايفين ان ده الصح، ان احنا بنحمي اولادنا من البوينت دي كأم واب يعني. طبعا، فاهمه؟ دي بتبقى في الفطره، في الغريزه والله بقى، ما حد بيعرفها غير اللي بيخلف. فاهمه؟ دي بتبقى في الفطره والغريزه، احنا خايفين على اولادنا، فاهمه؟ بس لا، انت صاحبيهم يعني، انت فاهمه في الاولاد ماشيه مع مبدأ الصحوبيه، وتكلمي معاهم وتناقشي معاهم، فاهمه؟ بس في حاجه بقى اسمها NVC. NVC ده بقى شغل ايه؟ الاحتياجات. ده لسه مش منتشر قوي، ومش يعني هي مدرسه جديده برضو، بس هي مهمه جدا. بمعنى ايه؟ هكلمك عنها. ممكن موقف تافه فاهمه؟ بيعدي عليكي وانت ما تكونيش اخده بالك منه، ويسمع معاكي، بس انت برضو بيكون يعني ما بيكونش في القويره عندك، فاهمه؟ وموقف يعدي عليكي صغير ممكن يسمع عندك بعديها وتبقي متضايقه ومكتئبه، فاهمه؟ بمعنى ايه؟ برضه هبسطها ادينا مثال عشان بس يعني مثلا هو بتبقى ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ موقف شعور احتياج. يعني موقف حصل قدامك، انت في شعور جالك من الموقف ده، فاهمه؟ انت لما الشعور جالك ده في وقتها انت كنت محتاجه ايه؟ محتاجه اهتمام من اللي قدامك، محتاجه انك تتشافي، محتاجه ان حد يحس بيكي، فهمتي؟ فاهمه؟ فايه الحاجات دي كلها، ما انت بيحصل لك مليون الف موقف في اليوم اكيد، وانت مش حاسه. يعني انت حتى لو حاجه وقعت منك في الارض، ما هو ده موقف، صح فاهمه؟ لما الحاجه وقعت منك في الارض، طب انا كنت مكسله وقت اجيبها، فاهمه؟ طب حسيتي بايه ساعتها؟ بالظبط، فاهمه؟ حسيت ان انا متضايقه اللي هي وقعت، انا انت عندك ادراك حاجات دي دلوقتي. انا عندي ادراك طبعا بالكلام ده كله. انا اقصد يعني ان هو بس ده حاجه ان الانسان بينمي ادراكه، ده الواحد بيحاول يعمله على قد ما يقدر، انه يخلي الناس تنمي ادراكها شويه، فتبقى اوير باي حاجه بتحصل حواليها. بالظبط كده، فيتلاشوا بقى اي فيلينجز مش يعني نيجاتيف فيلينجز. بالظبط كده. وعايز بس يعني اوصل رساله للناس، الشباب الصغير بجد، فاهمه؟ يعني انا واحد جاي لكم يا جماعه، والله جاي لكم من هناك، والله انا واحد جاي لكم من هناك. المخدرات دمار وهلاك وعطله. هي عطله فعلا، عطله في كل حاجه، في تفكير، في شغل، في وقت، بصي في كل حاجه، فاهمه؟ دمار. طب وكلمني طيب عن الCBT الجروب ثيرابي، يعني كان ايه بقى؟ كنت برضو يعني انهي واحد فيهم بتفضله؟ وكلمنا عن النوع الثالث. هقول لك حاجه، هما كده الثلاث مدارس دول، هما كده انت بترتاحي فيهم. ليه بقى؟ ان انت بمجرد ما بتتكلمي وبتطلعي اللي جواكي، فاهمه؟ انت كده خلاص، شكرا. ومش محتاجه تاخدي فيدباك من حد، يعني مش محتاجه حد يرد عليك، انت ممكن تقعدي تتكلمي تطلعي اللي جواكي. ممكن تشكي مثلا للكرسي اللي قدامك، صح، مش لازم لبني ادم، فاهمه؟ بس تطلع اهم حاجه انك تطلع بس، فاهمه؟ فضي الكوبايه، ما تسيبهاش مليانه، ان كل ما الكوبايه اتملت ده بيبقى غلط عليكي، فهتطفي بايه؟ فهتضطري ترجعي تاني للمخدرات. في ناس حسن والله فعلا بيعانوا من فكره ان هم ما بيعرفوش يعملوا اكسبريسنج لاي افكار جواهم، فالافكار بتفضل تكتر لدرجه الانفجار، فهم بينفجروا من جوه. عشان كده بقى انا لسه قايل لك، عشان كده انا لسه كنت بتكلم معاكي من شويه وقايل لك ان المدمن المتعافي بيبقى عنده يعرف ازاي يتعامل مع المشاكل عن البني ادم الطبيعي. البني ادم الطبيعي ما عندوش الحته دي، مش هيعرف ازاي يتعامل مع مشاكله، فاهمه؟ ممكن واحد فاهمه يعني في الشغل مديره، فاهمه، يطلع عينه ويفضل حابس الكلام جواه، فاهمه؟ يفضل شايل لحد ما هيجي يوم وهينفجر، يعني فاهمه؟ ايوه. يعني طبعا في ناس بتكون في ناس كمان بتموت دلوقتي، يعني واحد زي احمد رفعت الله يرحمه، فاهمه؟
ما هو مات برضه من الضغط النفسي. خلي بالك ده اخطر حاجه الضغط النفسي. اكيد فاهمه؟ اكيد اخطر مرض. احنا ربنا خلق لنا البكاء ليه؟ من باب وسيله اصلا ان الواحد يطلع. اخطر مرض فعلا المرض النفسي يعني. فاهمه؟ ممكن البني ادم ينام ما يقومش من النوم. صح. فاهمه؟ يعني اقعد اتكلم اكتب. وكمان يعني انا بالنسبه لي وكمان ملوش سن معين. يعني ملوش سن معين. فاهمه؟ يعني الضغط النفسي ده اي بني ادم صغير كبير فاهمه يعني انت شايف انه من الافضل ان اي حد بيعدي باي حاجه حتى لو كانت بسيطه، اي موقف بسيط، لو اتكلم بس او اكتب. اتكلم قول لهم اكتب مثلا. بحب الكتابه. ممكن مثلا ورقه وقلم وينزلوا. ده مهم والله. ما في ناس بتعمل كده. اكتر حاجه مؤثره فعلا. في ناس بتعمل كده وبتنزل على ورق وبتاع. فاهمه؟ يعني بصي، هو كل واحد على حسب دماغه ما تريحه، بس طلع ما تكتمش جواك. دي اهم حاجه. طيب في بقى انواع تانية للعلاج، بس يعني حاجه بتتحط كده احنا عايزينك تقولها لنا. ايه؟ تكلمنا عنها. بتتحط كبسولات. في كبسولات. ايوه عايزين بقى بس نعرف الكبسولات دي حاجه. ماشي تمام. برضه انا جربت يعني الكبسولات. فاهمه؟ الكبسولات دي لان على فكره خد بالك دي مش معروفه، ناس كتير ما يعرفوهاش. وانا شايفه ان هي حاجه مساعده رهيبه جدا. اي نعم هي غاليه جدا وده للاسف. بس انا يعني انا نفسي الناس اللي بتعمل الحاجه زي دي تكون يعني يبقى رفقا بالبني ادمين، لان المدمنين كتروا قوي. فلو احنا عايزين نساعدهم بجد يبقى المفروض نقلل السعر شويه عشان الموضوع ده يبقى منتشر ومتداول ما بينهم، عشان يلاقوا بس امل حل. لان خد بالك العلاج النفسي اقول لك حاجه، الادمان مش رخيص برضه مش حل. ما هو ماشي، بس انا اقصد انه الناس بتعاني ماديا. في ناس طبعا ما عندهاش مشكله، لكن في ناس احيانا بتلاقي ان الموضوع ده مكلف جدا، على الرغم من انه المخدرات والحاجات دي برضه مكلفه جدا جدا. بس انا بتكلم على انه ده لو علاج بالنسبه لي انا بالنسبه لي ده هيكون غالي جدا عليا. فخلاص بيكبروا دماغهم ويقول لك خلاص بقى. بص يعني انا جربت الكبسولات. انا جربت الكبسولات. فاهمه؟ في ناس وشفتهم وناس اصحابي واعرفهم بمجرد ما يركبوا الكبسوله، بمجرد ما يركبوها في نفس اليوم يروحوا يفكوها تاني ويبيعوها وياخدوا فلوسها ويروحوا يضربوا بيها. معقوله؟ والله هو مش حل الكبسوله. الناس اللي بتحط كبسوله بيبقى حل مؤقت، اللي هو بيفضل معاكي فتره لمده 3 شهور او ماكسيمم 6 شهور. و6 شهور دي ما بقتش موجوده دلوقتي، اللي موجود دلوقتي 3 شهور. مضروب برضه. فاهمه؟ مضروب. وفي ناس بتضرب عليها. في ناس بتضرب عليها وهي اصلا بقت مضروبه. فاهمه؟ بلس ان في حاجه اسمها سوبكسون برضه علاج، ده كان زمان فاهمه بيعمل مفعول. دلوقتي ما فيش. كل الادويه دلوقتي اللي عندك مضروبه اصلا. فاهمه؟ طيب يعني انت بتقول للناس انه ياخدوا الكبسوله دي مساعده، ولا انت شايف ان هي ما لو حد عنده مشكله وبيعاني يروح يتعالج. لازم يعني يخش ريهاب. لازم. فاهمه؟ يا اما حتى يعني دلوقتي لو في ناس معهاش فلوس، في حاجه اسمها الخط الساخن اللي هي في مستشفيات يعني. فاهمه كده؟ وفي ناس بتعمل الكلام ده دعم. في حاجه اسمها دعم بيعملوه من غير فلوس. لو الناس مش مقتدره يعني فاهمه يروحوا الدعم. بس مهم الاراده. وفي معالجين وفي كده. المهم القرار. انا يكون عنده اراده وقرار. انا وساعه لما هاخد القرار هتلاقي مليون واحد عايز يساعده. فاهمه؟ على علم انا يعني مش بقول ان هم كلهم ملايكه، لا، في ناس فاتحين اماكن علاجيه بزنس ومش فارقه معاها بقى. فاهمه؟ يعني تنتكس تضرب تاني تشرب، ما انت كده راجع لي. لا 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 لا. في ناس فاهمه، في ناس اخدينها بزنس، في ناس اخدينها فلوس. فاهمه؟ وفي ناس بتراعي ربنا. يعني انا اعرف في اماكن علاجيه فاهمه الناس لو راحت لها قالت لهم انا عندي مشكله مع المخدرات ونفسي ان انا اتعالج، هيرحبوا بيه جدا وهيدخلوه ومش هياخدوا منه فلوس. فاهمه؟ في ناس تانية هتقفل الباب في وشه. فاذا هي قرار واراده. بالظبط. هي قرار واراده. وفي 600 طريقه للعلاج. بس انا عامه انا جربت كل الطرق. انا اللي نجح معايا ال3 مدارس اللي قلت لك عليهم وال3 خطوات اللي قلت لك عليهم. فاهمه؟ CBT NA NDC ده اللي نجح معايا. في ناس بطلت بال12 خطوه، وفي ناس بطلت من الشارع ما دخلتش مكان. فاهمه؟ بس بقوا بيحضروا اجتماعات من بره. فاهمه؟ ولسه مبطلين ومعاهم مشرف خطوات. وفي فاهمه يعني هو قرار هتاخده هتبطل.
طب فاهمة؟ حسن دلوقتي بالنسبه للحاجات اللي هي بتبقى الجروبس اونلاين، لو مثلا يعني الناس بيكونوا خايفين يبقوا حد مثلا عربي زيهم فبياخدوا حد من بره، مش فاهم. يعني بيبقوا محرجين من الوضع ومش عايزين حد يبقى عارف عنهم حاجه، فبيبقوا بيروحوا للسيف زون انه انا ايه اخد حد من بره معالج يعني يعالجهم اونلاين كجروب ثيرابي. انت شايف ان ده له يعني افكتيف؟ يعني ممكن يبقى افكتيف برضه مفيش مشكله. ان الاونلاين برضه فاهمه لو معاكي معالج فاهمه شاطر ومعالج فاهم هخليك تبطلي. يبقى مش بالجنسيه يعني لا هي لا. يعني الفكره في الاونلاين انه بس لا بس هيقدر برضه مش يوصل موضوع جنسيه. طب ما انا كان معايا ناس بقول لك من قطر ومن السعوديه ومن الكويت كانوا بيبطلوا معايا في المكان. فاهمه وقاعدين فتره يعني حتى لما كنا احنا مثلا بنخرج اجازه فاهمه بنخرج اجازه كان في واحد كويتي صاحبي كان بيجي يبات عندي في البيت اصلا اسمه يعني مش عايز اقول اسمه خلاص ما علينا. فاهمه كان بيجي يبات عندي في البيت. بس طب وانتوا بقى لما كنتوا بتبقوا مع بعض ما كنتش بقى الشيطان بيلعب بقى؟ لا 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 ليه اللي احنا بتشجعوا بعض؟ هقول لك حاجه لما بنبقى لما في بعض ناس مبطله مع بعض فاهمه في دايره كده خلاص اصل بص الهدف واحد. هقول لك حاجه مرض الادمان ده عامل زي ايه كده زي الوحش زي هولاك وكده فاهمه انا لوحدي مش هقدر عليه فاهمه انما لما ابقى انا وده 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 مع بعض هنقدر عليه فاهمه. بس طب بس يعني لو الواحد مثلا في البدايه بقى يعني انت عارف برضو 15 16 دول صعب ان هو مثلا يروح ريهاب، صعب ان هو يعمل حاجات اللي هي برضو. ليه صعب؟ لا بيكون صعب عشان يعني سنهم والاهالي احيانا بيكونوا خايفين ان هم يروحوا فالدنيا يعني في كده ايه مش عايزين نتكلم في التفاصيل فيها. انا كان معايا واحد عنده 18 سنه فاهمه كان بيبطل معايا عارفه بيبطل ايه ما بيشربش سجاره بيبطل ايه تخيل اكسبت بجد الاكسبت اللي هي الاونلاين دي القمار فاهمه كان بيبطل اكسبت الواد ما بيشربش اي حاجه خالص خالص فاهمه حتى انا استغربت انت جاي تعمل ايه يا ابني هنا معانا فاهمه انا خفت عليه والله يطلع يضرب يعني اللي هو هيشوفه ده والله فلا ما تقوليش سن معين يعني ما تقوليش فاهمه ده صغير وده كبير لا بالعكس ده الجيل اصلا كله اللي طالع دلوقتي كله صغير الجيل القديم اللي هو السن بتاعي ده خلاص كله بطل مفيش فاهمه يعني كمان في ناس صحابي فاتحين اماكن علاجيه دلوقتي. طب ده حلو يعني ده انا دي بالعكس ده حاجه انا مبسوطه انك قلت لي كده لانه فعلا احسن حاجه تكون افكتيف جدا لما يكون حد اصلا اوريدي عدى بالموضوع ده وبيحاول يساعد وبيفتح مراكز وبيساعد الناس دي لان هم كتروا قوي فيعني هم محتاجين حد برضه يكون فاهمهم. هو يا سلام هو في اكتر من الاماكن العلاجيه اصلا عامه موجود اماكن علاجيه كتير جدا كتير جدا وسوري يعني دي بقت يعني فاهمه في كل حته دلوقتي الاماكن العلاجيه. طيب يا حسن اخيرا كده عايزين نصيحه منك من القلب للقلب بقى تقولها بصراحه ووضوح للناس اللي لسه بقى بتبتدي او عايزه تبتدي نلحقهم بقى بكلمتين عشان يعني يفهموا هم داخلين على ايه وتبقى رساله بقى ويكون عملنا اللي علينا. تمام ماشي. بصوا انا يعني فاهم انا جاي لكم برساله انا واحد جاي لكم من المستقبل وشرب كل انواع المخدرات لسنين وسنين صدقني مش لازم تجرب بنفسك وتحط صبعك انت في الفيشه لا مش لازم تعمل كده هتخسر صحتك هتخسر شكلك وسط اهلك ثقتك في نفسك انت اصلا هتتهز هتبقى عايش على طول في عزله صحابك هيبعدوا عنك صحابك اللي من المدرسه اللي انت اصلا متربي معاهم هيبعدوا عنك الناس كلها هتبعد عنك شغلك هيقف مش هتبقى بتفكر انك اصلا تاخد خطوه لقدام بالعكس انت هترجع لورا ومش هتعرف ترجع تاني غير بمساعده الناس فانت مش لازم تجرب كل ده انا واحد يا عم جاي هو بقول لك اعتبرني صاحبك اخوك انا واحد عديت بكل ده وجاي بديك النصيحه دي لوجه الله ومش عايزك تمر باللي انا مريت بيه فعلا يعني والله ما عايزك تمر باللي انا مريت بيه انت صدقني يعني بص لمستقبلك انزل جيم العب رياضه خد كورسات سافر اتفسح يعني والله بالفلوس اللي انت هتصرفها في المخدرات دي سافر واتفسح واتبسط بيها مع اصحابك شوف حاجه جديده ادرس حاجه جديده بس كده بس ده اللي عندي.
انت نورتني، ده انت تيجي تقعد مكاني بقى. صراحه يعني الراجل عمل اللي عليه وزياده يعني بجد. شكرا ليك يا ابو علي، يعني نورتنا. العفو. وشرفتني بجد، وشكرا على وقتك ووجودك معايا. ويا رب يا رب رسالتك توصل، لان ده احنا عشان بس نبقى عملنا اللي علينا. الواحد بيشوف فعلا الولاد اللي في السن ده، يعني انا اولادي منهم، فسنهم صغير، فالواحد بيكون خايف فعلا ان هم لما ينطلقوا في الدنيا كده يكونوا يقابلوا حاجات ان هم مش عارفين تبعياتها ايه قدام. يا رب ربنا يحفظهم. وبس شكرا ليك. العفو يا نسرين. تحيا مصر يا عم. تحيا مصر. شكرا ليكم، وكالعاده thank you so much for watching and I'll see you next time.